السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم آلاء لجين مع وصفة جديدة اللي إن شاء الله تنال إعجابكم. قبل ما نبدأ الفيديو تاع اليوم نصلوا كامل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تلاحظوا اليوم جبت لكم تحلية بذوق الليمون تجي قنبلة في البنة. بدون إطالة يلا نروح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير اللي سهلة وبسيطة للغاية. ما راح تدي معاكم وقت كبير وما راح تدي معاكم مقادير كبيرة. المقادير ديالها موجودة في كل منزل. يلا نروح نشوفوا الطريقة مع بعض. يلا بسم الله. اول حاجة نجيب اي نوعية جاتو. عندي انا استعملت هذا بيمو، نتوما استعملوا اللي كان عندكم اي نوعية تحبوها. نحكم كمية نديرها في الأشوار ونطحنها عادي حتى تولي رقيقة. لازم تطحنوه مليح. شوفوا كيفاش يجي. من جهة أخرى كنت ذوبت كمية من المانغارين ونبدأ نحط على هذاك الجاتو حوالي 3 مغارف حتى ل5 مغارف على حسب كمية الجاتو اللي استعملته. ونبقى ندخل هذاك المانغارين في الجاتو ديالي حتى يترمل لي مليح، كيما تديروا المقروض ولا كيما الرمل. شوفوا كيفاش يجي مشمخ. نحطو بجيه ونروح نحضروا التحلية ديالنا. في كاسرونة حطيت 2 مغارف كبار نشا او مايزينا، زدت معاهم 2 صفار بيض. اللي ما يحبش البيض تقدروا تستغنوا عليه ولا تقدروا تضيفوا حبة بيض كاملة. زدت معاهم 3 مغارف سكر. زدت معاهم كاس غير ربع عصير الليمون. من الأحسن نضيفوا نص كاس عصير ليمون باش ما تجيكمش قارصة بزاف. انا كي نحب الليمون بزيادة نحب الذوق ديالو درت كاس غير ربع. ديروا نص كاس يكفيكم. 3 كيسان حليب. لازم الحليب تخلوه هو في الاخر، باسكو كان ديروه في الاول وديروا تضيفوا عليه عصير ليمون راح يفسد معاكم. خلطت الكل بارد في بارد. درتو على النار كما لاحظتوا، درتو على النار. بقيت نحرك فيه حتى تقال معايا. من جهه اخرى جبت الجاتو ديالي وراني نديرو في لي فيرينديوم بهذه الطريقه. جبت الكاس باش نبلاطيهم مليح، نسوي لهم من الوجه وتجي شكل الشباب. كيما راكم تلاحظوا تقدروا تبلاطيوهم بمن حبيتوا. كيما راكم تلاحظوا بعد ما ثقال معايا جبت علبة من ياغورت بذوق الليمون نضيفها له كيما راكم تلاحظوا. طبعا بعد ما طفيت عليه نخلطهم مليح. من بعد نصفيها من هذاك مبشور الليمون اللي كنت ضفتوه في الاول. نسيت باش نقول لكم بلي درتوه، شفتوه معايا بصح نسيت باش نقول لكم عليه. نصفيه كيما راكم تلاحظوا باش التحلية ديالنا تجي رطبة، تجي ما تجيش فيها حتى حاجة هكا ديرونجي في الفم. من بعد كيما لاحظتوا درت الطبقة الاولى من الجاتو هذاك. نزيد طبقة ثانية تاع هاد التحلية، هاد الكريمة هذه اللي صدقوني رائعة. الريحة تاعها راهي تشهي، رائحة الليمون المنعشة. كيما راكم تلاحظوا نزيد الطبقة الثانية بهذه الطريقة. نكمل نعمر كامل لي فيرينديوم لي. من بعد نزيد نجيب الجاتو نزيد نحطو كطبقة ثالثة. ما تخافوش عليه مش يحبط معاكم. شوفوا
راح يقعد عادي، من الفوق تسويله الوجه عادي. كمل كامل نعمر الكؤوس ديالي بنفس الطريقة. كمل نعمرهم كامل كما قلت لكم سابقا. كما تقدروا ديروا طبقة تاع الكريمه هذيك من التحت، بعد زيدوا ديروا طبقة تاع الكاطو هذا ولا البسكويت من الفوق. طبعا كيفاش تعمروه والتزيين هذاك دائما يبقى اختياري، كل واحد والذوق ديالو. انا درتو بهذه الطريقه وانتم ديروا بالطريقه اللي تشوفوها مناسبه واللي تساعدكم واللي تعجبكم. طبعا كما لاحظتوا كملتهم كامل. زيد طبقه رابعه تاع هاد الكريمه، صدقوني تجي هايله لمحبي الليمون. طبعا نكمل نعمر كامل الكؤوس ديالي. حبيت نقول لك حبيبتي، اذا كنتي اول مره تزوري قناتي ضربي طله فيها، شوفي الفيديوهات ديالي، شوفي المحتوى. اذا عجبك ما عليك غير تضغطي زر الاشتراك مع زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. وانتم حبيباتي الزينات المشتركات القدم، ما تنسوش ضغط زر الاعجاب ومشاركة الوصفة مع اصدقائكم، مع العائلة، مع احباباتكم لتعم الفائدة. وهنا بعد ما كملت كامل الكمية اللي عندي خليتها بردت. انا درت لها تزيين غير خفيف كما راكم تلاحظوا، حاجة خفيفة برك. طبعا التزيين يبقى اختياري كما قلت لكم سابقا. تقدروا تزيدوا تطلعوا تجيبوا شويه بودره شونتيي وتطلعوها مع كميه من هاد الكريمه، هاد التحليه، وتشبحوا بها. هذه هي الوصفه اللي كانت نهار اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، ان شاء الله كنت خفيفة عليكم. هنا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.